اهلا بحضراتكم وتكمله لاخبارنا ولكن من الملاعب العربيه والافريقيه والمغرب. الحقيقه المغرب بعد بالتاكيد سحب تنظيم بطوله الامم الافريقيه 2015 من المغرب، يمكن الحقيقه غضب شديد جدا جدا من الجماهير المغربيه، ولكن في حاله رضا وارتياح من المسؤولين في المغرب بسبب بالتاكيد خوف مسؤولين المغرب والمسؤولين في المغرب على الشعب المغربي من مرض الايبولا. الحقيقه يمكن اعتقد انه كان قرار سليم وصائب بنسبه 100%، ولكن في ديسمبر القادم وفي نهايه شهر ديسمبر القادم في مباراه هامه جدا جدا بين فريقين من اكبر الفرق الاوروبيه تستضيف رسميا المغرب تستضيف مباراه وديه بين باريس سان جيرمان وانتر ميلان. استقر اتحاد كره القدم المغربي على ناديين باريس سان جيرمان وانتر ميلان لاقامه مباراه وديه على ملعب مراكش في 30 من ديسمبر المقبل. واكد الاتحاد المغربي انه تم التوصل الى اتفاق رسمي مع مسؤولي ناديي الانتر وباريس باريس سان جيرمان للحضور الى مراكش في الاسبوع الاخير من العام الحالي، وسيقيم كلا الناديين معسكرين تدريبيين في مراكش اثناء توقف البطولات الاوروبيه بسبب اعياد الميلاد، وسيختمان ذلك باقامه مباراه وديه يوم الثلاثاء 30 ديسمبر.